اليوم المشهد الليبي بخيوطه المختلفة وأوراقه ما سينتهي، وهل الحوارات ستنجح أم الحلول السياسية على الأرض في ظل ميليشيات مسلحة تسيطر على بعض المدن الليبية وجهود الحكومة الشرعية المعترف بها وأيضا الجيش الليبي والأوضاع الميدانية المختلفة. مرة أخرى أضحب بضيفي الكريم الدكتور عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي. مرة ثانية برحب بحضرتك يا دكتور عمر. أهلا وسهلا بك. دعنا نبدأ من التصريحات الخاصة التي خرجت بها بشأن الحوار الليبي. هل ما تقصده ما بين مخرجات لهذا الحوار قبلته الحكومة ولم تقبل به الأطراف الأخرى؟ هل هو حوار المغرب في الصخيرات؟ هو طبعا المشكلة في ليبيا دائما يعني العالم ودول المنطقة تصنفها أنها مشكلة يعني سياسية حول يعني تشكيل حكومة، إضافة وزير، توسعة حكومة، إضافة عدد حقائب، إشراك يعني مكونات سياسية، ولكن هذا يعني التوصيف غير صحيح. احنا نعرف يعني أن النتيجة دائما مرتبطة بالمقدمات. ماشي يعني الأمم المتحدة والدول اللي تحاول تساعد في حل الأزمة الليبية أن تشخص الحالة على أنها أزمة سياسية، وهذا غير صحيح. الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية وملف أمني، يعني يجب أن يعالج على الطاولة كملف أمني وليس ملف سياسي. الملف السياسي نحن يعني قامت الثورة وسقط نظام مثلا القذافي خيره وشره من أجل ممكن مبدأ واحد، وهو التداول السلمي على السلطة، الذهاب إلى صندوق الانتخابات، القبول بإرادة الشعب. هذه المبادئ مطالب المشروع اللي خرجت من ثورات الربيع العربي. نعم، هذا المطلب يعني في الانتخابات الأخيرة عندما اختار الشعب الليبي يعني مجلس النواب لم يتم التصويت لتيار الإسلام السياسي وخاصة تنظيم الإخوان الإرهابي. هذا التنظيم يعني خلال 3 سنوات من الحكم أو الهيمنة على المشهد السياسي في ليبيا وعلى كافة مقدرات الدولة الليبية، حتى شاهدنا يعني بالأمس تقرير ديوان المحاسبة يصف أن منذ 2011 إلى اليوم عندنا 60 مليار دولار مفقودة، وهذه كلها يعني يتحمل مسؤوليتها جماعة الإخوان وقياداتهم على رأسهم علي الصلابي وعبد الحكيم بالحاج. هناك طبعا دول قدمت 3-4 مليار لإنجاح الثورة، ولكن نهبت المليارات مقابل هذا الدعم. ما بين القوسين نتحدث عن ما قام به حلف شمال الأطلسي. لا هو حتى ممكن حتى دول أخرى، يعني هو طبعا يتقاسموا الكعكة فيما بيناتهم، ولكن الشعب الليبي راهو احنا نقولوا كعكة وحشة يعني يغصوا بها. مش سهل ابتلاع ليبيا. ليبيا أكبر من هذه الدول مهما امتلكت من إمكانيات عسكرية وإمكانيات يعني اقتصادية، لأن الشعب يعني متمرد وشعب صعب. لكن ما زالت القوى الإسلامية لا تعترف بالبرلمان الحالي وتقيم برلمان موازي. أنا بنقول لك أن هم لما كانوا 3 سنوات مسيطرين على المشهد استطاعوا تكوين ميليشيات غير شرعية أو غير رسمية، يعني مثلا مقابل الجيش الليبي الذي لم ينفق عليه درهم واحد شكلوا تشكيلات اسمها الدروع، درع الوسطى والدرع الغربية والدرع الشرقية والدرع الأول والدرع الثاني والدرع الثالث، والآن مثلا مشكلين الحرس الوطني. فجر ليبيا أيضا بتندرج؟ لا، هي فجر ليبيا هي اسم لعملية إرهابية من نتائجها وبركاتها يعني تدمير مطار طرابلس، 4-5 مليار ضاعوا في الهواء في خلال يعني شهر، تهجير مدن بأكملها مثل ورشفانة ومثلا مناطق العزيزية والزهرة والسواني فهذا المشهد هو مشهد أمني، يعني الجيش الوطني الليبي الذي يطلب من المجتمع الدولي دعمه برفع الحظر عنه، وليبيا الحظر عن السلاح، وليبيا بفلوسها بتشتري سلاح، ما هيش محتاجة حتى دعم ولا صدقة من أحد، وما هيش محتاجة صواريخ عابرة للقارات ولا شيء، يعني أسلحة بسيطة وصيانة ما تمتلك من معدات للسيطرة على الأرض، حتى نقوم بالخطوة الأهم في استقرار ليبيا وفي استرجاع ليبيا، وهي جمع السلاح بالتي هي أحسن ولا بالتي هي أسوأ، بالكلمة الطيبة ولا بالعصا. جمع السلاح من ميليشيات مهرب لها من العديد من الدول من كافة الأطراف بليبيا سوءا. من كافة الأطراف السلاح يجب أن يوضع في المعسكرات تحت الأرض، وبعدها نجلس. الآن حتى الحوار لا يمكن أن يكون الحوار متكافئ والبنادق يعني نحمل قلم في يد والبندقية في يد أخرى. وده سبب سؤالي الحقيقة، تصريحات حضرتك فيما يخص الحوار بمخرج. نعم. من الأطراف التي جلست؟ أنا جايك في الموضوع. فالموضوع هو ملف أمني وليس ملف سياسي.
الشعب الليبي انتخب واختار مجلس نواب، غالب النواب اللي اختارهم هم يمثلوا التيار الوطني وليس مثلا التيار الإسلام السياسي. نعم. قاموا بعمل، الإخوان رفضوا هذه العملية وقاموا بعملية انقلاب داخل العاصمة طرابلس، سيطروا على العاصمة طرابلس اللي سكانها 2 مليون، تم تهجير 1 مليون منهم، خرجوا إلى خارج ليبيا أو إلى المدن المجاورة، وأعادوا إحياء المؤتمر الوطني المنتهي ولايته. الذين يداومون يعني يمارسون عملهم في المؤتمر الوطني تقريبا 18 أو 19 عضو من أصل 200، ومجلس النواب يعني يداوم فيه 164 من النواب. في طبعا حوالي 12 أو 13 أو إلى 15 نائب مقاطعين، يعني تم انتخابهم مقاطعين ما شاركوش من جماعة الإخوان أو المتحالفين معه. فبالتالي نسبة الحضور في مجلس النواب المنعقد في طبرق والنسبة للنصاب القانوني متحقق. هم حتى في طرابلس لو فرضنا جدلا أن مؤتمرهم هذا صحيح لا يحقق النصاب القانوني بأي شكل من الأشكال، لأن الجميع معترض. النواب أنفسهم يعني عندنا كتلة 94 يعني فيها 94 نائب من أصل 200 قدمت مسودة بالتوقيعات لجامعة الدول العربية. أمام مجلسين معترف بهم؟ لا غير معترف. لا غير معترف به. لماذا هنظر إلى القرارات التي ستخرج سواء بالنصاب القانوني أو لا من القانوني؟ أنا نحب نقول لك إنه هو إحنا نحب نقول لك هو لا يمتلك حتى نصاب قانوني، يعني نعم. حتى لو سلمنا حتى جدلا مش موجودة. لو سلمنا جدلا أنهم يعني من حقهم يديروا هذه مثلا المدينة أو الدولة أو الأماكن اللي سيطروا عليها، هم لا يمتلكوا نصاب قانوني. أنا قلت لك يعني لجنة 94 أو مجلس 94 أو كتلة 94 قدمت مذكرة موقعة بأسماء نواب يعني حوالي 100 نائب إلى جامعة الدول العربية وإلى مجلس الأمن يرفضون إعادة المؤتمر، يعني نواب من مصلحتهم الشخصية أن يعودوا للمؤتمر، ولكن مراعاة للمصلحة العامة ولسن مبدأ التداول السلمي على السلطة رفضوا العودة الغير شرعية. نعم. قاموا بتشكيل حكومة ما تسمى بحكومة الإنقاذ الوطني ب 19 أو 18 عضو، ومحتجين على الحكومة اللي يشكلها البرلمان ب 121 عضو. فبالتالي عندنا يعني تنظيم إرهابي اللي هو جماعة الإخوان المسلمين بأتباعه المختلفة بولاءاته وحلفائه اللي اشتراهم يعني بالمال. والناس اللي الآن تفاجئوا اليوم على فكرة الساعة 6 المساء في مظاهرة داخل مدينة مصرات اللي توصف بأنها معقل الإخوان أو معقل فجر ليبيا، وهذا كلام يعني كذب وغير صحيح، ضد قادة فجر ليبيا صلاح بادي وعبد الرحمن السويحلي، وأنهم لا يمثلون المدينة وأنهم ضد تنظيم الإخوان الإرهابي. انتفاضة داخل المدينة. انتفاضة داخل المدينة اللي تعتبر يعني أهم المعاقل اليوم يعني الساعة 6 العشية. مؤشرات كبيرة جدا أن هناك حالة من الوعي لدى المغرر بهم ممن يعني يتبع موضوع فجر ليبيا، ولهذا بدأنا نشاهد عمليات المصالحة الجانبية بعيدا عن الأمم المتحدة وبعيدا عن اليون وبعيدا عن التدخلات الغربية والإنجليزية. قبل أيام يعني أنت لا ترتاح أو لا تكون راضيا عن الأطراف الغربية في هذه الحلول الليبية المطروحة مطلقا، يعني هذا قولا واحدا، ولا حتى في جهود الأمم المتحدة. لا غير كل هذه أطراف يعني تزيد من التوتر وتزيد من الأزمة ولا ترغب في الحل، لأن الحل في ليبيا هو معاقبة من قام بالانقلاب بإصدار يعني مذكرات قبض، بإصدار منع من السفر، بتجميد أموال، وليس بالمكافأة وإرسال طائرات خاصة ويعني يجلس في جنيف أو في الصخيرات مثلا. الآن الطرف في نوع من الاستعراض أكثر منه حلول. لا هو يعني تو الآن اليوم مقدم المسودة الرابعة، نحن طبعا كمجلس نواب يعني وافق على المسودة مثلا. أنا نأكد لك أن في مسودة ال15 حتى تشاهديها أنت، لأن الطرف اللي موجود في طرابلس هي مجموعة من الميليشيات المتصارعة التي لن تقبل بشرعية مجلس النواب وتماطل الوقت إلى قدوم يعني شهر أكتوبر القادم اللي هو تنتهي مدة مجلس النواب فيه. نعم. وإذا ما وصلنا إلى شهر 10 ونحن نتجادل الأسبوع القادم مماطلة، أسبوع قادم وأسبوع بعده نجلس أنا وياه يعني متساويين. هو منتهي الأمر الواقع، هو منتهي الولاية الصلاحية وأنت منتهي الولاية الصلاحية، ويقول لك يلا ندخل في عملية جديدة. ولهذا العاصمة طرابلس يجب أن تحرر بقوة الجيش الوطني الليبي، وعلى الميليشيات المسلحة الموجودة داخلها الانسحاب والرجوع إلى مدنها. هل في بوادر تقول أن الجيش الوطني سيستطيع بالفعل دون رفع حظر الأسلحة عنه بأن يدخل إلى طرابلس ويحررها من هذه الميليشيات المسلحة؟ الجيش هو 3 كيلومتر الآن على العاصمة طرابلس، وأنا شخصيا الأسبوع الماضي كنت هناك ووقفت على الحدود طرابلس يعني، والناس يعني في الداخل متضايقة جدا متضررة،
واهل طرابلس يعني صار لهم يعني حوالي 10 شهور في ظروف يعني احنا باللي بنقولوا ما يعلم بها الا الله. نعم. انقطاع كهرباء 12 ساعه 13 ساعه، ظروف انسانيه صعبة. ظروف انسانيه صعبه جدا، مرتبات 4 شهور او 5 شهور واقفه، اعتداء الميليشيات، القتل والخطف كل يوم، يعني تحطيم كثير من المعالم حتى الثقافيه والاثريه. اهم معلم في مدينه طرابلس ميدان الغزاله تم قصه ويعني تدميره امام مرأة 2 مليون مواطن من اهل طرابلس. وين الميليشيات هذه بقوه السلاح؟ ليش ما تعبرش عن قوتها امام داعش اللي موجوده في طرابلس؟ تم الاعتداء على نص. ماذا قصدت دكتور عمر بالحوار الذي قبلتموه من جانب الحكومه ورفض من اطراف اخرى؟ ماذا تقصد بالاطراف الاخرى في هذا الحوار؟ فجر ليبيا. نحن الان تعترفون بحوار معه؟ المجتمع الدولي الذي يعترف بنا كحكومة شرعية وكمجلس نواب شرعي، ممثله ومندوبه اليوم قال أن يجب ولوح بتهديد فرض عقوبات من المجتمع الدولي على أي طرف لا يشارك في عملية الحوار، وبداية من حوار جنيف. ولهذا أنا أول ما ابتدأ حوار جنيف أطلقت عليه قرار جنيف وليس حوار. صحيح. وكتبت مقالة بعنوان قرار بالضبط. احنا حتى باللي بنقول الصلاة ما تجوز بالإكراه، يعني أي حاجة بالإكراه ما تجيش. هم مجلس النواب شارك وهو يعلم جيدا. نحن الآن في الحكومة الشرعية نملك السيطرة على قوات الجيش الوطني الليبي والقوات المساندة له. إذا ما طلب منا توقيف القتال تصدر الأوامر ربع ساعة لن تسمع إطلاق رصاصة واحدة. نعم. فجر ليبيا ومن معها عندهم 1700 ميليشيا، من يملك القرار في إيقاف وقف إطلاق النار. الآن في منطقة ورشفانة كتيبة الحلبوس من مصراتة مشكورة قامت بفتح باب حوار مع أهل ورشفانة وانسحبوا بدون قتال، وكفى الله المؤمنين شر القتال في مواقع معينة. وكان الجيش يعني بياخذها بالقوة ولا بالرضا كيف ما يبوا. نعم. يجب أن يخرجوا من أراضي الناس. أنت جاي من 200 كيلومتر، يعني شو تدير قاعد هنا؟ بتحررني من أرضي يعني. ورشفانة هذه 600,000 مواطن تم تهجيرهم بالكامل بعنوان تحريرهم، وقعت خالية على عروشها. هذه الأيادي الإرهابية تمتد دكتور عمر لما وصف وسمي بداعش في العالم العربي. نعم. هل ما زالت التربة في ليبيا خصبة لمثل هذه الجماعات الإرهابية وممارساتها المختلفة أيما كانت المسميات؟ ماذا قدم لهم المجتمع الدولي؟ حتى علبة مناديل يعني ما قدمهاش. احنا بالليبيا نقول باكو كلين. ممارسات واضحة. ليبيا 40 سنة أو 50 سنة تدفع في رسوم وترسل المساعدات للعالم. عندما مرت بأزمة لم تجد أحد. يعني وين المجتمع الدولي اللي احنا الآن نعتمد عليه؟ هل هذا ما يجعلكم ترفضون الأطراف الأممية أو الأطراف الغربية في الحل وتعولون فقط على حلول عربية أو ليبية؟ والله هنا إذا كان تحكي لي على رأي شخصي ممكن من باب امشي مع الكذاب لباب الدار، يعني ماشيين معاهم إلى آخر المشوار. لكن نحن نفهم حقيقة أن الحل هو حل وطني، حل ليبي. يعني أنا قلت لك لما جلسوا مثلا كتيبة الحلبوس وأهل ورشفانة انسحبوا وانتهى القتال. قبل 3 أيام بالضبط جلسوا أهل الزنتان وأهل مصراتة وتبادلوا الأسرى اللي بينهم وانتهت المشكلة. لا طائرات خاصة ولا فنادق ولا مندوبين من الأمم المتحدة ولا مترجمين ولا فواتير الحكومة الليبية على حساب النفط الليبي. نعم. وعلى حساب السيادة اللي هي أسوأ من ذلك. صحيح. هذا كله نحن مجتمع بسيط اجتماعي يمكن أن يحل مشاكله فقط. كثرة القبائل الليبية لا ما هي تعول عليها في هذه الحلول، وهل من السهل جمعها أو جمع الاتفاق فيما بينها لهذه الحلول؟ المناطق هي ليبيا ما شاء الله يعني واسعة وكبيرة والشعب قليل، والقبائل راهي تعود في جذورها وأصلها أصل واحد. نعم. عبارة عن مناطق السكنة وين ما في الكلى والماء يعني متوزعين، وما فيش واحد ما عندوش قريب في هذه المنطقة أو تلك المنطقة. لكن عندنا سيستم أو عرف ماشيين به احنا من 1000 سنين. ليش يبوا يجيبوا لنا قانون من لاهاي ولا قانون من نيويورك؟ في اعتداء. العرف أقوى ومعمول به ويحل المشاكل. أنت يا سيدي امشي به وجرب. الآن أنت مثلا مدينة معتدية على مدينة، تم مثلا اعتداء على منطقة مثلا السدرة الحقول النفطية، جاي من 500 كيلو تحب تحرر السدرة، تحررها من فيها سكانها ومواطنينها لا عايشين وفيها حرس حدود يحميها. نعم. باقي شنو المطلوب؟ وربما يعني تربطهم علاقات قرابة ونسب. تلا هذا كله موجود، هذا ما فيش نقاش. ما فيش ليبي ما عندهاش قريب أو نسيب أو خال أو صهر. فالعلاقات الاجتماعية هي ممتازة ومتماسكة رغم تو حتى نزف الجراح.
لكن العلاقات ممتازة. ويلعب العدو الخارجي والصهيوني وأدواته القطرية والتركية والإخوانية يلعب على تفتيت النسيج الاجتماعي الليبي ويشتغل بقوة داخل ليبيا أو حتى مع ما جاورها من دول، يعني سواء من خلال أجهزة مخابراته أم من السلاح المهرب. لا، هو بالدرجة الأولى. تعرف إحنا يعني ما نعانيه من وسائل الإعلام مثلا، ممكن ما قتلته قناة الجزيرة في ليبيا أكثر مما قتله السلاح القطري. يعني القوى الناعمة في استخدام الحرب والحرب النفسية وحروب الجيل الرابع، كل هذه الأمور بتلعب أو تجيد خيوط اللعبة الخاصة بها سواء قطر أو تركيا. نعم طبعا تمارسها مع مصر أيضا وليس فقط مع ليبيا. أنت شوفي مصر كم تمتلك من إمكانيات إعلامية، كم عندكم خبراء ومحللين وفنيين ويعني ترسانة، يعني جيش مصري، فهمتي؟ ومع ذلك مصر ممكن مرهقة ومنهكة من هذا الاستهداف. نحن في ليبيا ماذا نفعل أو ماذا نقول؟ من نوع آخر. لا يعني نحن ماذا نقول؟ نحن لا نمتلك حتى 1% مما تمتلكه مصر، وتمارس علينا نفس الحرب وبنفس القوة. ولهذا المشهد في ليبيا بالدرجة الأولى الاستهداف فيه الإعلامي، يعني عبر مثلا إنشاء قنوات. الآن عندنا قناة اسمها الرائد تمولها المخابرات التركية وتبت من تركيا، وفيها على فكرة 100 مصري إخواني بيشتغلوا من اللي هاربين. ما هو الانتماء الأقوى لهذه الجماعة الإرهابية أكثر من دولهم أو وطنهم العربي. نعم، هو الانتماء لهم يعني ولا ضمير يعني. نعم. عندنا قناة ليبيا الأحرار، رئيس مجلس إدارتها علي الصلابي الزنديق هذا الشيخ، وتصرف عليها رئاسة الأركان القطرية. يعني كيف تقبلي أنت كمواطن ليبي وتدعي أنك أنت يعني وطني أو مواطن حر أو مواطن شريف، آخر شهر تدفع لك المخابرات القطرية أو التركية الراتب؟ التعامل معها بأي شكل من الأشكال أو مخاطبة الدول بتعنيف أو تنديد ما أو حتى مخاطبة أطراف تغلق هذه القنوات؟ والله طبعا في دول تستجيب وفي دول لا تستجيب. بالنسبة لقطر وتركيا، تركيا رفضت حتى تغيير السفير. يعني احنا مجلس النواب أرسل سفير جديد مكان اللص هذا الإخواني عبد الرزاق مختار، رفضت تركيا تعيينه. مستبقية الإخواني اللي أنفق نصف مليار 500 مليون. لا، يعني الحكومة السابقة. نعم، يعني أنفق نصف مليار داخل تركيا على علاج الجرحى، والفاتورة الحقيقية لا تتعدى 120 مليون. فبالتالي هو مرتبط بمصالح ومال فاسد يعني داخل الأوساط التركية، ومرحب به على حساب الشعب الليبي يعني. يعمل ضد الشعب الليبي. طبعا هو ليس كده سفير لليبيا، هو يصنف عدو للجماعات الإرهابية، يصنف عدو. وعندنا ملفات كاملة عليه، وسوف تصدر بطاقة حمراء ضده إن شاء الله الفترة القادمة، ويتم القبض عليه هو وشلة كبيرة جدا من المجرمين يعني. نعم. دكتور عمر، نقاط كثيرة جعلت العلاقات ما بين مصر وليبيا في نقاط من التوطيد الواضحة في محطات عدة، ربما كانت على مر التاريخ والعصور، لكن ظهرت في الآونة الأخيرة عندما خطف وذبح 21 مصري على أيادي داعش الإرهابية في ليبيا، وجاءت بعدها الضربة الجوية المصرية لهذه البؤر الإرهابية بمعاونة وتعاون وطلب من الشعب الليبي والحكومة الليبية. النقطة الثانية ما حدث مؤخرا من الإفراج عن عدد من الرهائن الإثيوبيين بجهود مصرية وعودتهم مرة أخرى إلى إثيوبيا، وهذه الجهود لابد أن كان هناك شكل من التعاون ما بين مصر وليبيا في هذا الإطار. كيف ترى هذا التعاون بين الدولتين الشقيقتين التي تربط فيما بينهما كيلومترات كثيرة على الحدود فيما بينهم، وسواء الحدود الغربية لمصر أو الشرقية بالنسبة لليبيا؟ يعني أول حاجة دائما أصف العلاقة يعني بين ليبيا ومصر هي مش يعني بالشعبين الشقيقين، أنا نقول الشعب الواحد في البلدين. نعم. هم يعني شعب واحد وعايشين مع بعضهم يعني 10,000 سنة قبل التاريخ، وإن كان تاريخ ليبيا نكتبوه في 100 مجلد أو تاريخ مصر يعني في عدد مساوي، تاريخ قطر نكتبوه في نصف صفحة. فبالتالي يعني ما يزايدوش علينا وما يحاولوش تمرير أفكارهم داخل ليبيا، لأنهم لن يجدوا تربة خصبة وستبتلعهم الصحراء الليبية. العلاقة بين ليبيا ومصر هي علاقة استراتيجية، هناك تنسيق مشترك على كافة المستويات، هناك تعاون، لا نجد يعني أي باب موصد أو مقفل. أنا شخصيا يعني أحمل 3 حقائب وزارية: الثقافة والإعلام والآثار.
حضرتك مشارك في فعاليات بالفعل في مصر. النهارده كان في مؤتمر لوزراء الآثار وحضرتك مشارك فيه، وهيكون في منتصف الشهر لوزراء الإعلام وحضرتك أيضا مشارك فيه. طبعا نحن يعني وين ما نطرق الباب في مصر نجد الباب مفتوح بدون أي تعقيدات، خاصة يعني بعد مجيء السيد يعني مشير فريق عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية بإرادة شعبية. يعني اختلف الحال يعني، واختلفت يعني استعدنا أنفاسنا في ليبيا، لأن كلما كانت مصر بخير كانت ليبيا بخير. فكل أعيننا دائما يعني عندنا عين تراقب ليبيا وعين تراقب مصر، وهذا راهو حال كافة الدول العربية. مصر يعني هي القطب، يعني هي المحور. وأنا بنقول لك المشروع نفسه من 2011 ليس الهدف منه ليبيا. ليبيا مجرد محطة عبور، الهدف منه ضرب مصر. طبعا الصهيونية واليهود أعلنوا سياسة التطويق المعتادة. نعم، أعلنوا هذا صراحة، ما هوش يعني ذكاء مني وتحليل وعمل استراتيجي. أعلنوا صراحة يجب ضرب العراق سوريا مصر، وبدأوا بالعراق فعلا، وضربت الآن سوريا. يعني ما نشاهده الآن في سوريا اللي هي رمز لأقوى الجيوش العربية. يعني سوريا الآن ما يحدث فيها يبكي الإنسان لأجله دم، ولا كان أحد يعني يتخيل هذا المشهد يمكن أن يحدث في ليبيا. ومع الأسف يعني حتى بعض الدول العربية الآن تساند الإرهاب في سوريا، حتى التي تساندنا نحن ضد الإرهاب في ليبيا لملفات سياسية عالقة. يا أخي راعوا مصلحة الشعب السوري وراحوا مصلحة سوريا الأم. يعني نفس الشيء الآن في دولة مصر، يعني جمهورية مصر مستهدفة امبارح واليوم وبكرة. يعني يجب على الشعب المصري أن يكون واعي ويقظ جدا، وأن لا ينجر يعني خلف الإشاعات وخلف وسائل الإعلام، لأن القوة هذه التي تريد يعني تفتيت مصر وتريد يعني إنهاك مصر. يعني معقولة جماعة تسمي نفسها تحرير بيت المقدس، لتحرير بيت المقدس تقتل 100 جندي من خير أجناد أهل الأرض؟ هذا كلام يعني. هل معقولة لتطوير مصر نفجر أبراج كهرباء تقطع على مثلا مئات المنازل؟ أي منطق تتحدث به؟ لا يمكن أن تجد كلمة. أنا شخصيا لا أجد كلمة أعبر عن هذه الجرائم، يعني مش ممكن. نفس الشيء في ليبيا الآن، تم يعني استهداف ليبيا ثقافيا، بدأت تدخل علينا يعني ثقافات وتقسيمات، وإحنا عايشين مع بعضنا. اليوم طلعت لك أصول وجذور، وهذا أصلا من هنا وهذا أصلا من هنا وهذا يعني ما كناش نعرف هذا. كنا عايشين ولا واحد يسأل فينا الثاني أنت أصلك منين. على التفتيت بالضبط. وأنت حضرتك أشرتي إلى استهداف المصريين الأقباط. نحن يعمل في ليبيا معانا الأقباط ولا نسألهم حتى أنتم أقباط ولا غير أقباط، هذا غير وارد إطلاقا. ده صحيح. وبالنسبة لنا الأقباط أشقاء لنا كليبيين. هم مصريون. نعم، هم أشقاء لنا وإخوة لنا، ما يعني ما ينقصش درجة بينه وبين المصري اللي هو طالع من الأزهر يعني. إثارة الموضوع وأنه يتم استهداف الأقباط هذا موضوع مدبر له بليل يعني. نفس الشيء الآن تم استهداف الأثيوبيين. نفس الشيء أنا نبشرك يعني أن بعد أيام أو بعد أسابيع سوف يتم استهداف بعض المكونات الليبية، أن يقتل عدد من الأمازيغ أو عدد من التوارق أو التبو بعنوان أنهم يعني عربي قتل أمازيغي أو العكس. هذا الأمر مدبر له من قبل أجهزة المخابرات الدولية والصهيونية بالدرجة الأولى لتقليب الأوضاع. نعم، أو زيادها سوءا على الأرض. هو الوضع في ليبيا يعني كل ما يهدى شوية يزيدوا يوتروه. نحن في 2013 مثلا شاهدنا نوع من الهدوء، وبدأت الناس يعني تستعيد أنفاسها، وخرجنا من الفورة والحمية بتاع الثورة والثوار والشعارات اللي مثلا كنا بنرفعها إلى أكثر خطاب أكثر عقلانية. هذا الخطاب اليوم ساء من جديد وعاد مثلا خطاب جهوي، واحد من الشرق ضد الغرب، واحد من كذا، وواحد يحكي على التهميش، وواحد كيف يتحقق هذا الخطاب الأكثر عقلانية؟ المهمة عليكم ثقيلة، حضرتك وزير للإعلام. نعم. ووزير للثقافة. الثقافة يدخل في طياتها الكثير من الأفكار. نعم. وكثير من القيم التي يجب إرسائها، وربما أيضا الخطاب الديني هو وارد في نفس نعم. في نفس الإطار من تثقيف الأمة العربية، وليس فقط شعب بعينه على دون أو استثناء للآخر. دكتور عمر، ورقة تقدمها ليبيا في الداخل وتسير عليها في هذا الإطار. حضرتك وصفت المشكلة الليبية بأنها مشكلة أمنية في المقام الأول، لكن بها أياد وبها عقول مستقطبة من جماعات إرهابية. كيف تتعامل معها داخل المؤسسة الإعلامية الليبية؟ ده سؤالي الأول والشق الأول فيه. الشق الآخر، ماذا ستفعلون أنتم كوزراء عرب
في هذا الإطار وفي ظل هذا الاستهداف للعالم العربي كوزير للإعلام ووزير للثقافة؟ أنا طبعا نجاوبك على الشق الثاني قبل الشق الأول. اتفضل. احنا عندنا مشاركة يوم 17 في مؤتمر وزراء الإعلام العربي. نعم. أنا عندي مقترح، كنت حتى كتبت يعني قبل أيام قريبة مقالة، وحنقدم إن شاء الله مسودة بعنوان القوة الإعلامية العربية المشتركة على غرار القوة العسكرية العربية المشتركة اللي خرجت بعد القمة العربية. نعم. لأننا محتاجين إلى قوة إعلامية تتكاتف فيها كافة الجهود العربية في مواجهة الاستهداف الإعلامي الذي تمارسه علينا اليهودية العالمية والصهيونية العالمية ومن تبعهم من الأغبياء والعملاء داخل أوطاننا. نعم. كل دولة منفردة لا تستطيع المواجهة، وبالتالي يجب تكوين مؤسسة إعلامية مشتركة للتدريب، للإنتاج، للتخطيط الاستراتيجي، للدعم الفني والتقني بكافة مستوياتها، وتكون أذرع من يعني قنوات أو من صحف أو من مواقع إلكترونية على كافة المستويات. ولازم نعرف الخبر العربي في القناة هذه مثل العربية اللي يصير في نواكشوط زي اللي يصير في المنامة زي اللي يصير في مثلا صنعاء أو في دمشق. تقصد طريقة المعالجة والتناول؟ نقصد حتى تسليط الضوء، يعني يجب على المواطن العربي أن يعني نحن تشكيل الأولويات. نعم، تكون أولويته واهتمامه. أنت السيد الرئيس يعني عبد الفتاح السيسي أمس في كلمته شنو يحكي؟ يعني يحكي على أنه أمن مصر هو مرتبط بالأمن القومي العربي، لا يمكن تجزئته بأي حال من الأحوال. نفس الشيء أمن ليبيا. إذا تنامى مثلا خطر داعش في موريتانيا، أنا ما ننامش ونقول والله الأمور بعيدة علي وأموري تمام، زي ما صاير تو الآن في جيراننا احنا مثلا في بعض الدول مثلا من جيراننا نايم في العسل، ليس أحد بمنع عن الأعمال بالضبط الآن. يعني نايمين في العسل وما دام الإرهاب في ليبيا بعيد علينا. الإرهاب في ليبيا حينتقل إليك. الجيش الليبي الآن اللي أنت تعترض على تسليحه لو يسحب من الحدود، داعش ثاني يوم تكون عندك في داخل أراضيك وتقتل منك 10,000. صحيح. وبالتالي يعني يجب أن يكون هناك منظومة أمن قومي عربي. أخذ يعني وزراء الخارجية العرب والرؤساء يعني العرب الخطوة الأولى بتشكيل القوة العربية المشتركة. في خطوة ثانية يجب أن يكون عندنا دي مبادرة يا فندم ولا ده سبق حضرتك بتقول لنا أنه هيحصل في الاجتماع؟ هي مبادرة حنقدمها وسبقها وأنتم أول وسيلة إعلامية تحظى بها. يعني سيكون في آليات لتفعيلها بمدة زمنية محددة الآن؟ هذا طبعا يعمل عليها وزراء الأعلام. نحن زي ما نقولوا أوقدنا الشمعة، ومصر والعراق وسوريا وكل الدول العربية والأردن وغيرها والسعودية تمتلك من الكوادر البشرية والخبراء الليبيين يضعوا هذا المشروع بتفاصيله وينفذ ويدعم دعم موازي لدعمهم للجيوش العربية. الآن أي شكل بتتوقعه أو بتتخيله؟ عندما تحدثنا عن قوة الدفاع المشترك تكلمنا عن قوة عددية، تكلمنا عن تمويل، تكلمنا عن سلاح، وأيضا مقراتها المختلفة وكيف ستتحرك. بوصف حضرتك دكتور عمر وزير للإعلام، أين سيكون المقر؟ وهل هو شكل عدد من القنوات والمحطات الإذاعية والتلفزيونية تبث بشكل إنتاج مشترك ما بين الدول العربية؟ وأي نوع من التنسيق يمكن أن يضفى على هذه القوى الإعلامية؟ هو هذا قلت لك كله يناقش يعني بين السادة الوزراء وياخذوا وقتهم فيه، وكل واحد يقدم مقترحه ونلم الأفكار ونضعوها يعني في مسودة نهائية. لكن الفكرة الأساسية هي مثلا الآن هناك يعني تو في العالم معروف يعني عالميا من يسيطر على الإعلام؟ اليهود. أمريكا تمت السيطرة عليها عبر السيطرة على الإعلام فيها. تحريك الشارع يعني يسقط رئيس، والآن شوفي تحريك الرأي العام نعم. داخل بسيطرته على الإعلام. الاستثمار الآن الحقيقي اللي تقوم به مثلا الصهيونية العالمية والدول الكبرى هو في الإعلام. ما عادش يستثمروا في السلاح النووي. السلاح النووي أصبح زي النكتة لأنه ما لهش قيمة، ورقة محروقة ما تقدرش تستخدمها، أمر يعني صعب جدا. لكن الآن بدون أن تحرك إسرائيل حتى رصاصة واحدة أو جندي واحد استطاعت تدمير الجيش السوري بالكلمة. صار لها 40 سنة وهي تخطط وتحاول ضرب سوريا، مش قادرة عبر وسائل الإعلام وشوية مثلا تهريج إعلامي. ضربوا سوريا والجيش السوري يعني منهك الآن في الرمق الأخير، ربنا إن شاء الله يعطيهم العافية. ونفس الشيء صار في العراق، نفس الشيء في ليبيا، وكان نفس الشيء ممارس في مصر. وحتى الآن لو تتابع الأخبار في مصر التسريبات والتعليقات خطيرة جدا يعني، والشائعات ومواقع التواصل خطيرة جدا يعني، حتى ضرب المكونات في بعضها مثلا. وعلى المسؤولين المصريين وعلى الإعلاميين بالدرجة الأولى وأنت منهم
أن يعني يكونوا حذرين جدا يقظين. يعني أحيانا إثارة موضوع زي ما نقولوا مش وقتها توا. تتحدث عن قدر الوعي بالضبط داخل بالضبط. الآن الوطن أو أوطاننا أمانة في رقابنا وفي رقابكم. أكيد. ما ينبغيش يعني استغلال سبق صحفي ونودي البلد في 60 داهية. هذه مسؤولية، وما ينفعش حتى تقولي لي حرية وديمقراطية. الأجهزة الرقابية يجب أن تتابع وتحارب مع الأجهزة السيادية في الدولة، لأنها حرب شرسة. هي صمام أمان للدولة، هي صمام أمان للدولة، وتحيلك على السلطات القضائية تتعامل معك، تفهمك أنك أنت يعني معقولة الآن الرئيس الليبي وقع على ورقة بعد ربع ساعة تلقيها على الفيسبوك مثلا كأنه سبق صحفي. هذا يعني استهتار عمرنا ما وصلنا إليه. مواقع التواصل الاجتماعي الآن لو تلميها أنت العربية قريب حتى شيء يصير في دار النوم الوزراء معروف ومنشور، يعني عبر السائق وعبر الحرس وعبر البواب. ربما هذا يقودنا أننا نحتاج بشكل أو بآخر إلى ترتيب الأوراق. كل وزير إعلام في داخل بلده ترتيب أوراقه من الداخل، ثم يتحدث بعد هذا عن نوع من التعاون الأكبر والأشمل في إطار خطة استراتيجية للإعلام العربي. ماذا تفعل دكتور عمر في ظل هذه الأوضاع الأمنية في الداخل من إعلام الليبي، من الكثير من القنوات التي ربما تطلق أيضا من الداخل الليبي وليس من دول معادية للسياسات الليبية أو أمن ليبيا؟ طبعا أنا بالنسبة لي مشروعي في وزارة الإعلام يعني صار لي تقريبا 8 شهور، هو من 3 محاور. المحور الأول التشريعات اللي نحن نفتقدها في ليبيا. قدمنا مسودة كاملة متكاملة إلى مجلس النواب عنوانها قانون تنظيم العمل الإعلامي. أنا سميتها أو شبهتها بقانون المرور في ليبيا، بأنك أنت نضبط هذه الفوضى. وما ينفعش يعني واحد يقول عايز نطلع في الإشارة الحمراء وواحد بيطلع في الإشارة الصفراء. في يعني تنبيه بالأصفر، وفي ممنوع بالأحمر، وفي مسموح به في الأخضر. نفس الشيء الآن، ما يتناول ما لا يتناول، ما يجوز، كيف نعاقب. أيضا مثلا أهم بند فيه حظر ومنع استخدام اسم ليبيا على القطاع الخاص، وحظر ومنع استخدام اسم المدن. ما ينفعش انه حضرتك اسم القناه تقصد ولا نعم. ولا تناول اشياء؟ لا، اسم القناه. يعني ما ينفعش تسمي حتى لا يفهم منها انها القناه الرسميه. المواطن صار له نوع من الارباك. أيوة. ودول العالم صار لها ارباك. هذه القناه تتبع مين؟ ما عادش يعرفوا. ولما تسمي قناه انت مثلا باسم مدينه مصراتة وتشتم مدينه الزنتان، المواطنين البسطاء يقولوا قناه مصراتة قالت، يعني اهل مصراتة قالوا، وهذا غير صحيح. فبالتالي أنا طبعا هو ليس يعني إجبار، مجلس النواب يعني له الخيار وهو من يقرر، لكني أنا أرتئي أن هذا خيار صحيح، حتى وإن فيه نوع من الغبن أو نوع من الضغط أو نوع من عدم الراحة بالنسبة أو تخوف من إعادة الدكتاتورية مثلا. تحدث عن معادلة حرية الرأي أم المسؤولية في التناول، وكيف تتحقق هذه المعادلة ما بين الحرية والمسؤولية؟ لا توجد حرية في العالم، أنا أقولها لك، لا توجد حرية في العالم. كل هذه الدول التي تدعي الحرية تحارب، لكن بطريقة ناعمة. يعني ممكن أنا بعض الدول تابعتها وعندي حتى بعض التقارير أن ترفع لك فاتورة الكهرباء. يعني أنتم عادة مثلا في المقر القناة هنا نعم. تدفع 10,000 دينار، تجيك فاتورة الكهرباء 200,000 دينار. كيف ما كيف تدفع بها، مش دافع يقفلوا عليك الكهرباء بطريقة ناعمة. فالحرية هذه اللي تحكي عليها أنت لما تمس الأمن القومي، شفنا الحصان والعصا في لندن يضربوا في المتظاهرين، ما استقبلوهمش بالورود. يعني الشرطي ركب على حصان الخيالة. في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتشدق دائما بالحرية وحقوق الإنسان، أكبر دولة إرهابية. سؤالي الأخير دكتور عمر، الثقافة واستهداف الآثار في العالم العربي على يد هذه الجماعات الإرهابية، كيف ستتعاملون معها؟ ممكن أنا نقول لك حاجة، أن البعض يعتقد أن ليبيا الآن هذه الأيام مثلا لا تعيش حالة من الثقافة، بل الشعب يعني يتقاتل مع بعضه والجميع ماسك البندقية. هذا كلام غير صحيح. نعم. هذه الأيام عندنا فرقة مسرحية تشارك في المغرب. قبل أيام شاركنا في مهرجان الأقصر، شاركنا في 3 مهرجانات في تونس. عندنا الآن حوالي 20 عمل إنتاج ليبي جديد تجهيزا وتحضيرا لموسم شهر رمضان. الحياة بتسير. الحياة تسير. طيب هعود مرة أخرى، هل وسائل الإعلام بتهول أو بتضخم من الواقع الليبي حتى في مستوى المعيشة أو الأوضاع الإنسانية، وهذا ليس بصحيح والأمور بتسير بالشكل الطبيعي في الحياة اليومية للمواطن؟ نحن ابتدأنا حديثنا عن الميليشيات المسلحة. نعم. أنا أقول لك إحنا أكبر مشكلتنا هي الميليشيات الإعلامية.
عندنا ميليشيات إعلامية في العالم العربي عموما وليس مثلا في ليبيا، وإن كان في ليبيا بشكل يعني مكثف يتم التركيز عليها. ميليشيات إعلامية تساوي في قبحها وجرائمها وضررها، وسوف يتم ملاحقتها كما سوف يتم ملاحقة الميليشيات المسلحة. يعني من قتلني بالكلام وبالتحريض كمن قتلني بالرصاص. هي جريمة. لكن الحياة الثقافية في ليبيا تعيش. مقدمة لحماية الآثار بشكل خاص أو حتى نوع من التعاون مع منظمة اليونسكو؟ طبعا الأسبوع الماضي كان عندنا معهم اجتماع، ويوم 18 في اجتماع في فرنسا. نعم. حول يعني الآثار. أنا أرأس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والآثار، لكن السيد رئيس مصلحة الآثار اللي قمت أنا بتعيينه الدكتور أحمد حسين عبد الكريم هو من يمثل دائما ليبيا، لأنه هو جهة التخصص. وعندنا اتفاقيات يعني تم استحداثها. عندنا مشاريع صيانة بدأت في ليبيا. أنا يعني في ال8 شهور اللي توليت فيها حقيبتي الآن أقوم بإنشاء 9 مخازن خاصة بالآثار. من 50 سنة لم يبنى مخزن آثار في ليبيا. أقوم بصيانة بعض المعالم الأثرية في أقصى الغرب الليبي، مثلا في الرجبان، زي مثلا مسجد تسمن طبعا يا دكتور عمر. عندنا مواقع أثرية ممكن 20-30 سنة ما تمش صيانتها، الآن عندنا ورش عمل للصيانة تعمل. وعندنا تنسيق مع وزارة الآثار المصرية ومع الدكتور ممدوح الدماطي في التدريب وفي مثلا التعاون المشترك في الحماية والاستفادة من التجربة المصرية فيما بعد الثورة. بشكرك يا فندم، وحضرتك منورنا دايما في مصر بلدك الثانية. دكتور عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي، جزيل الشكر. شكرا لك.